بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل السباق الرئاسي المحموم على زعامة أمريكا بين بايدن وترامب، بايدن سيعلن تنازله عن خوض هذه المعركة، ليس برغبة منه وإنما بضغط من قبل الحزب الديمقراطي. جاء ذلك بعد عملية محاولة اغتيال ترامب، لأنه كان بايدن متصدر الموقف، وكان موقف بايدن أقوى من موقف ترامب، لكن بعد محاولة اغتيال ترامب أصبح ترامب هو المتصدر للموقف، وأصبح بايدن موقفه ضعيف وترامب موقفه قوي. من المخطط لهذا الشيء؟ من المستفيد من هذا الشيء؟ المستفيد من هذا الشيء هو نتنياهو هو المخطط لاغتيال ترامب. لماذا؟ لأن كانت حملة بايدن الانتخابية ستفرض عليه إيقاف الحرب، هدنة طويلة المدى، وإيقاف الحرب ليس من صالح نتنياهو. ترامب سيدعم الحرب وسيعمل على إطالة الحرب في فلسطين، لذلك نتنياهو خطط لهذه المحاولة الاغتيال لكي يظهر أن ترامب بطل قومي أمريكي، فيتعاطف معه الشعب الأمريكي ويحبونه ويقدمونه على بايدن. هذه العملية كلها عملت على خلط وإرباك أوراق الحزب الديمقراطي، فعمل قادة الحزب الديمقراطي على تنحية بايدن، لأنه أصبح كبيرا في السن، أصبح يخرفن. وهناك 3 مرشحين لخوض هذه الانتخابات: الأول باراك أوباما، الثاني كامالا هاريس، الثالث هيلاري كلينتون. وكل هؤلاء ال3 قد أصبحوا متقدمين في السن، فلو تقدم الحزب الديمقراطي بمرشح صغير في السن لضمنوا الرئاسة في الفترة القادمة. لماذا؟ لأن العالم كله لا يريد ترامب رئيسا لأمريكا، لأن سياسة ترامب قائمة على الابتزاز. ترامب في الفترة السابقة عندما كان رئيسا ابتز الخليج مبالغ ضخمة من أجل حمايتها، وابتز أوروبا مبالغ من أجل حمايتها، وابتز تايوان مبالغ من أجل حمايتها. فكل هؤلاء سيعملون ضد ترامب ويدعمون المرشح الآخر لو كان مرشح جيد. أما إعلان الحرب على اليمن فما هي إلا حرب عبثية استنزافية ليس لها هدف. الهدف منها هو ضرب البنى التحتية الاستراتيجية لليمن المتبقية، الذي باقي من الحرب السابقة ستضرب في الحرب اللاحقة، وذلك لهدف واحد، وهو تجويع الشعب اليمني إلى جانب مجاعته. أصلا الشعب اليمني في مجاعة وهم يريدوا تجويعه أكثر. إذن الهدف الوحيد من الحرب على اليمن هو ضرب البنى التحتية الاستراتيجية من موانئ، مطارات، خزانات نفط، منشآت حكومية، مدارس، جامعات. كل البنى التحتية اليمنية سيتم ضربها، ولكن ما نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله.